العطر نسج المستوحى من الثقافة العمانية. هو يعتبر من عطور المجموعة الخاصة اللي لونها أسود. مكونات العطر كتير، لكن خليني أحكي لكم الإشي اللي واصلني أنا. افتتاحية العطر هي من الحمضيات اللي بتعطيني ريحة أشبه بريحة الميراندا أو الفانتا. ممتع جدا لما ترشه. أول ما ترشه الافتتاحية تاعته السباركلينج السيترسي رائعة جدا. لكن هو بقاعة العطر قبل ما ننتقل للقلب، بقاعة العطر في السابريول، في النجرموثا. والنجرموثا هي عشبة لكن ريحتها أقرب لريحة دهن العود المعتق. لما يكون العطر فيه حمضيات بافتتاحيته وبقاعته فيه الريحة اللي هي الثقيلة هاي، ما راح يكون افتتاحيته فريش بشكل كامل، لأنه في نوتات من القاعدة راح تلاقي طريقها للمقدمة. فأول ما ترش العطر بتلاقي فيه هاي التعتيقة اللي موجودة من النجرموثا. هاي أكتر شيء أنا بشمه. ريحة الحمضيات اللي هون مش الحمضيات الليمون والبرغموت، هي أقرب لريحة الكلامنتينا والكوموكوا والبردقان. وكمان بالافتتاحية في شوي ريحة فروتي، لكن بحسها بتظهر عندي بعد دقائق، بتبلش تصير الريحة بشكل عام فروتي أكتر، وقلب العطر بصير زهري. بتطلع عندي النوتات الزهرية مثل الياسمين والكاردينيا، وأتوقع شوي توباروز معطيه اللمسة أنيماليك مغرية. هلا لما يقعد العطر على القاعدة يمكن شوي الحمضيات بتخف، لكن بتضل الريحة الفروتي الزهرية مع عاد القاعدة هاي اللي فيها كل النوتات الثقيلة اللي متعودين عليها من عمان لكجري، مثل ريحة الليذر، الامبر، وطبعا اللبان والريحة البخورية بشكل عام. فهو ماخذ روح عمان لكجري بالعطور، لكن بافتتاحية وبقلب او بتدرج خلينا نقول جديد نوعا ما، جميل وممتع جدا جدا، بأداء طبعا عالي. العطر مناسب لك، يعني بقدر اقول لكل السنة. يمكن شوي بالصيف درجات الحرارة والرطوبة العالية يمكن شوي القاعدة تبلش تكون قوية، لكن لمحبي العود مناسب تقريبا لكل السنة ولكل الأوقات والمناسبات والاستخدامات، وللجنسين بميل نسائي أكثر. هذا رأيي كان عن نسج من عمان لكجري. إذا أنتم جربتوا اعطوني رأيكم فيه تحت بالكومنتس. أنا كمال إذا بتحبوا تسمعوا أكثر عن العطور تابعوني. شكرا.